تنظن انهم تيستحقوا التهنئه يعني، وطبعا دائما تنكونوا يعني محصرين على نهاية مأساوية للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة من كأس العالم بعد الخسارة أمام المنتخب المالي في هدف نظيف. أجريت المباراة بين الطرفين على أرضية ملعب مانهام بمدينة سوراكارتا، واللي خلى المنتخب المغربي يخسر كاردو فينال من مسابقات كأس العالم اللي حضناتها دولة أندونيسيا. في الشوط الأول شفنا إيقاع مرتفع مع تبادل هجمات بين المنتخبين، لكن الأفضلية كانت بشكل قوي للمنتخب المالي اللي كان كثر تهديد على شباك الأسد المغربي طه بالغوزيل اللي كان التألق ديالو بشكل لافت بعد ما صد مجموعه من الكرات الخطيره لهجوم المنتخب المالي. وما نساوش الاحتجاجات اللي كانت في الماتش على الحكم الاكوادوري من جانب لاعبي المنتخب المغربي بعد ما كانت عرقله واضحه اللاعب حموني داخل مربع العمليات، واللي زاد كمل على المنتخب المغربي سعيد شيبه لا من ناحيه التكتيك لا من ناحيه التغيرات اللي دارها ماشي في محله. خرج شيخون في بلاصه الناير وعطل زكريا وزان بزاف، عاد دخل المهاجم ديال اياكس اللي هجوميا كيصنع الفارق بشكل كبير، وهذا الشيء اللي خلى ابراهيم ديارة في الدقيقه 81 سجل هدف الفوز لصالح المنتخب النسور، واللي استغل الهفوه الدفاعيه في صفوف المنتخب الوطني المغربي. وهنا كانت بعض تصريحات المنتخب المغربي بعد صافره النهايه اللي خلات اللاعبين بصدمه كبيره اللي ماشي من السالي خسروا بهذا الاداء، واللي خلى الفرحه ما تكملش بعد ما شفنا اداء جميل اللي شفناه في المباريات السابقه. اللي رحنا كيقول لنا نتوما وليداتي والله زعما حنا راه تقاتلنا راه ما عندنا ما نديرو، ربي ما كتبش. هذه هي الكره ضروري غتفرح وغتبكي، وان شاء الله نزيدو دابا نخدموا ان شاء الله فراقينا ان شاء الله. وكنبغي مع كل هذا الحمد لله كسبنا منتخب قوي واللي عندهم قتاليه كبيره داخل ارضيه الملعب، واللي غيكونوا ابطال الغد باذن الله. حتى لهنا وصلنا لنهايه لا فيديو، نشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. تهلاو.